يا عم سيبك من التحاليل الكلام ده، لان كله عنده كاميرات دلوقتي واليوتيوب ما خلاش حاجه. انت محتاج ايه؟ انت لازم تتفرج تبقى فاهم، مش لازم تبقى فاهم يعني. استمتع، اتفرج على ماتش حلو، كل اللي انت محتاجه ايه؟ كوبايه شاي حلوه، واقعد يا عم واعصابك هاديه عشان ما تكسرش شاشتك ولا تلفزيونك في الاخر. وعيش وسيبك ولا محللين بقى ولا بتاع. لا تنبيه عادي في الموضوع. عامل ايه يا نجم؟ بص يا باشا، موضوع تحليل الكورة وإنك تلعب وكده كله استثمار. مش معنى إنك ملعبتش في نادي أو كده إنك متعرفش تلعب لا، ممكن تكون كان عندك موهبة بس يعني زي ما بيقولوا كده معكش فلوس يعني. تحليل كده أهو، الناس دي بتحلل برمود، حاجة غريبة. يعني بيتكلم عن حراسة المرمى مثلا، بيقول لك هو الجون واقف ليه كده، هو مش عارف، هو مانويل نوير واقف، هو بوفون اللي واقف ليه. هو أصلا حاسس إن هو في طابور عيش، مش إن هو حارس عالمي. لا لا. بالصدفة كده حد وراني فيديو لحد بيتكلم عن ماتش باريس وبايرن. بيتكلم عن، انا لما شفت الفيديو استغربت. هو انا ما اعرفش الشخص يعني، مش زي هو مش مشهور زي الناس المشهوره يعني. فلقيته هو الراجل ده غالبا ما اتفرجش على الماتش، ما اظنش انه اتفرج على الماتش. ف في حاجات غريبه، خلينا نبص كده. وعايز اقول لك كلمتين. لو عندك موهبه في اي حاجه ابدا، ابدا والله. لو عندك موهبه في اي حاجه ابدا، هي كل حاجه نصيب وكل حاجه رزق زي ما بيقولوا يعني. مش لازم تطلع توب يعني زي الناس التوب في اي مجال، لكن هتبقى موجود. ابدا يا عم اشتغل، بتلعب كورة، بتمرن، بتدرب، ابدأ خد اتدرب، ابدأ خد رخصة، خد أساسية، بعد كده خد اللي بعدها، خد بعد كده اوصل لإفريقية. بتحلل، خد كورس تحليل. افهم، مش لازم تاخد كورس تحليل طالما لعبت اللعبة وعندك فكر كروي. مش كل اللعيبة عندهم فكر وبيتابعوا التكتيك بتاع المدربين، وبيتابعوا ده كله يعني. لكن ابدأ، أرزاق والله. والله أرزاق، أنت لو دخلت على اليوتيوب ولا حاجة أرزاق، كلها نصيب. تعال كده خلينا نشوف الراجل ده بيقول إيه. تنتهي بهدف. شفت؟ ده لو فكرت انك تتدرج بالكوره وده في ظل غياب هويسن. زي ما انت شايف طبعا الرجاله حتى قدام الجول تلعب مع بعض، الراجل بيبصيها له قدام الجول فاضي بيبدا يسجل. والكلام ده واحد ممكن يقول لي اصل انتر ميامي ايه يا عم اللي انت جايبه؟ اقول لك بس اصبر، مين ده؟ ده نوير. انتر ميامي ايه يا عم؟ ده بايرن ميونخ، ده نوير. بص بقى كده معانا الدقيقة كام؟ الدقيقة 73، بيلعب في الدقيقة 74. تمام؟ دي الكرة الوحيدة اللي نوير غلط فيها في الدقيقة كام؟ 74. بص تعليقه بقى. في بايرن ميونخ، الفريق اللي كان عامل مباراه عالميه، لعب الكوره المره الوحيده اللي فكر يخرج بيها بالكوره، المره الوحيده خلال المباراه. بيأكد على المرة الوحيدة، المرة الوحيدة اللي نوير لعب فيها الكورة. فرد سخيليا ضغط عليه عثمان ديمبلي، لو بس سنتي كانت الكوره دي دخلت جول، لكن من حظ نوير ان هي جت جنب لكن من حظ نوير إن هي جت جنب العارضة طبعا. كمل. بالعارضه. انما باقي المباراه نوير كان بيلعب على طول الكره الطويله اللي كانت برضه بترجع لباريس بسبب ان هم مضيعين المساحات، التحاماتهم قويه جدا، كل كوره كانت بتتلعب من نوير كانت بيحصل فيها كده زي ما انت شايف. والجديد بقى أرقام مانويل نوير اللي قلنا عليها، احنا اتكلمنا على أرقام مانويل نوير. تمام؟ خلينا نبص عليها. أدي أرقام مانويل نوير. الراجل أصلا الخريطة الحرارية بتاعته فين؟ في المكان فين؟ يعني بعد منطقة الجزاء بتاعته قد إيه؟ تمام؟ طيب، الراجل لمس الكورة 47 مرة. تمام؟ بيقول لك اخطاء اوصلت للتسديد مره واحده بس. خطا واحد من مانويل نوير يعني لعبه، كره اتقطعت بسببه وتسدد من خلاله، واحده بس. تمام؟ لعب 47 مره، كل كوره من مانويل نوير بتتلعب بيحصل فيها كده. تمام؟ انت معايا مركز؟ ان هم بياخدوا الكوره وكمان بيعملوا عليك التحولات الهجوميه. جديد انهم بياخدوا الكوره وبيعملوا على بايرن ميونخ التحولات العدديه والكونتر اتاك اللي هي الهجمات المرتده. ده ما حصلش اصلا في الماتش خالص. ده ما حصلش. نوير تقريبا غلط في كورتين ثلاثه، مش غلط، هو لعب طويله اتلعبت كده. كل الكرات اللي باريس سان جيرمان راحت بيها انفراد او هجمه خطره على مانويل نوير هي من اخطاء ممكن نبص عليهم دلوقتي. هو تقريبا ما اتفرجش على الماتش. ده في حاله انك قررت تلعب الكره الطويله. يعني انا وريتك من شويه احنا بنخرج بالكره عادي كانوا بيعملوا ايه، وفي حاله بقى انك بتلعب الكره الطويله فالكلام ده كان بيحصل، وباريس بياخد الكره وبيبدا يعمل عليك التحول. عموما مانويل نوير لعب في الماتش ده حوالي، لمس الكوره حوالي 47 مره، عمل ميس باص منهم حوالي تقريبا 4 أو 5 على ما اتذكر يعني. ومش بس مش ميس باص اللي هو بيجي باص تتقطع، اللي هو بيلعبها طويله ممكن تخرج اوت، تيجي قدام اللاعب المدافع ياخدها بس. هنشوف الفيديو بتاع مانويل نوير دلوقتي. الولاد الهجوميه بتتكلم على البايرن اللي كان عامل مباراه عظيمه. نيجي بقى في عظيمه ايه؟ المفروض بعد اللي انت قلته ده متبقاش عظيمه خالص. اللقطه دي. احنا كده اتكلمنا على لو انت فكرت تخرج بالكوره وتتدرج بيها في ظل غياب هويسن اللي هيحصل.
زي ما كان بيعمل بايرن زي ما انت شايف. خلي بالك بايرن ما خلاش باريس يلعب كوره اصلا. كل تحولات باريس والاهداف والهدفين اللي سجلوهم هم اخطاء. الاولانيه خطا هاري كين، الثانيه خطا في الباص، اتلعبت مرتده، كان في خطا او مش خطا ايا كان يعني، نص الملعب راح انفراد، لكن الاولانيه خطا من هاري كين لما نزل. كمل. اول حاجه بيعملوها بيلعبوا على اشرف حكيمي. اشرف بيبتدي يشتغل مع فيتينيا في الجبهه دي، فيتينيا بيسند على رويس، على طول بيعمل ال1 2. قبل ما يعمل ال1 2 بتلاقي مين هنا؟ كفاراتسخيليا. الراجل ده هو التارجت بتاعه. انت بتخرج من ناحيه اليمين زي ما قلنا، هنكمل الحاله 1 2 مع باركولا. تمام. الكره هتتلعب لكفاراتسخيليا عشان يروح زي ما انت شايف بيضغط على الراجل وبياخد الكره. هو ما ضغطش على اوليسيه عموما، هو اوليسيه قطع الكوره ولف اتجاهه، هو عايز يلم مع الكوره دي، عايز يلم اوليسيه، حط رجله قدامه فالكوره اتقطعت. وبيروح عشان يسدد على المرمى. يبقى انت كده فهمت ان هم بيخرجوا من ناحيه اشرف حكيمي. بص بقى، اسمع الاول. تاني اشرف بيستلم الكوره. تاني، انت عارف تاني ده الهجمه الاولانيه في الدقيقه 2، دي في الدقيقه 31. تاني، عارف التاني بيقول عليها؟ المفروض تاني وتالت ورابع ان انا بلعب بنفس التكتيك ده، بنفس التكتيك اللي المدرب قايل لي عليه، فبعمل الكوره دي 20 30 مره. ده الطبيعي، بعملها كتير جدا. لكن الاولانيه كانت في الدقيقه كام؟ 2. دي في الدقيقه كام؟ 31. اسم. هيلعب الكره لمين؟ زي ما انت شفت كده باركولا اللي بيستلم بشكل مفيش احلى من كده، وبيعدي من الراجل اللي بعد كده وبيروح عشان يلعب الكره لكفاراتسخيليا اللي مهاري وسريع وشويط وبيعمل كل حاجه في الكوره. تاني هتلاقي الحاله اللي بعد كده، طبعا كفاراتسخيليا كفيل ان هو يعدي من 3 4 مش من واحد بس. الراجل 3 ثواني بالظبط بيخش منطقه ال 18. تاني تمام. اللي بعدها في الدقيقه كام؟ الراجل بيجيب الكوره بيخرج بيها من نفس الطريقه. انا مش يعني انت بتتكلم في 7 8 دقائق مفيش هجمات لباريس، بتتكلم في تلت ساعه ولا 28 دقيقه في الاول مفيش كورات زي كده لباريس. عموما الكوره دي اعتقد اتقطعت يعني. كمل. بعيد لك الكوره، ده هي نفس الحالات بتتكرر. باركولا بيستلم بدوران، لعيب مهاري قوي قوي، بيستلم وبيروح عشان يلعب الكوره لكفاراتسخيليا. الكوره دي اتقطعت وراحت هجمه على باريس للمره الثالثه والرابعه والخامسه. الراجل هو مفيش ثالثه ورابعه وخمسه، هي المره الثالثه تقريبا او الرابعه، واتقطع منهم كورتين. هنا بيلعب الكوره، ولكن بايرن ميونخ كان زهق من الموضوع ده فبدا يضغط على باركولا زي ما انت شايف. زهق من الموضوع ده، بايرن ميونخ كان زهق من الموضوع ده. بايرن ميونخ من اول دقيقه هو بيلعب كده اصلا، بدليل ان باريس سان جيرمان اللي بيستحوذ على الكوره 90 دقيقه او 80 دقيقه في الماتش، وبيعمل هجمات فوق ال 20 30 هجمه في كل مباراه، ما عملش 5 6 هجمات ضد بايرن ميونخ. يعني متوسط مراكز اللاعبين كده، بص بايرن ميونخ، بص المتوسط بتاعهم فين. دايما انت بتتكلم في 2 4 6 7 لعيب، 6 7 لاعبين بيلعبوا في النص الثاني من فريق الخصم. بص قصادهم باريس سان جيرمان 2 4 6 8 لاعبين بيلعبوا في النص بتاعهم. معنى كده ان بايرن ميونخ من الاول اصلا كمنطق كتكتيك كارقام ككل حاجه ضاغط عليه ويلعب مان تو مان، لان الكامباني هو نازل اصلا بالتكتيك ده. خلي بالك، انت عارف مين اللي قطع الكوره في الوقت ده؟ هو ليمار الباك اليمين اللي قطع الكوره ده ليمار، ده باك يمين. تمام. هو جاي هنا بيحاول كده عشان عارف ان في سويتشات بتتعمل، واوليسيه بيضم مع اوميكانو الناحيه الثانيه، واوميكانو بيلعب باك يمين، واوليسيه وليمار بينزل مكانه، ليمار بينزل سيرد باك مكان اوميكانو، والكوره اللي اتلم فيها زي بالظبط الكوره اللي اتلم فيها قبل دي وراحت هجمه. تمام. يعني انت بتتكلم في فريق بيلعب بايرن ميونخ عنده عجز مثلا 4 5 لاعبين في كل مركز، وبيعمل عليه 3 4 كرات من ضمنهم 2 3 بيتقطعوا. اتفرج اسمه. واتقطعت منه الكوره وتحولت هجمه عكسيه على فريق باريس. الكره اللي بعد كده بتتلعب بتلاقي برضو باركولا بيفشل في انه يستحوذ على الكوره وبتترد هجمه عكسيه على باريس. بايرن ميونخ عرف الكلام ده وانت داخل على الدقيقه حاجه و40. عارف الكلام ده، بايرن ميونخ اصلا بدا من الدقيقه الاولى كده. خلينا نشوف كده فيديو لنوير بسيط صغير كده. خلينا نبص على الفيديو كده لنوير، فيديو بسرعه كده دقيقتين 3. الكوره راجعه من نوير هنا عشان هو ياخد لاعب او 2 هنا بالظبط كده ب4 كده يعدي. بص الكرات بتاعت نوير، اتفرج اتفرج على نوير. بص بيرجع فين؟ الكوره في نص الملعب كده مش هرجعها له ليه؟ بسبب انه بياخد واحد هنا او 2 زي ما انت شايف، بياخد ديزرتوية اهو، بياخد هي الكرات دي اللي بتتقطع يعني بيلعبها لحد اللاعب لكن بتتقطع هنا. بص التدرج بالكوره من نوير، بص بيرجع وعلى طول واخدين تعليمات ان يرجع من نوير على طول، واخد لاعبين اهو معاه لاعبين. بص الكرات اللي بتتقطع من نوير دي الكوره اللي قلت لك عليها بتاعت كفاراتسخيليا، هي دي نوير صدها. اتفرج على نوير. عايز تعد الباص بتاعه، بص الكرات كلها في الرجل. دي الكرات اللي راحت اللي هو الانفراد طبعا. الكرة دي غريبة. بص بقى كمل الكرة دي، هاتها كده من الأول. الكرة دي الراجل ده هو اللي غلط فيها، شايف رقم 4 جوناثان تاه ده، بص بقى غلط فيها، بص هو رايح ليها اهي. لا ما كملتش يا خسارة. الراجل ده راح يديها لهم تاني، يعني زقها كده اداها لهم تاني. بص هنا
الكوره دي بقى لعبها مثلا في الماتش 5 6 مرات نفس الباص ده، بشماله وبيمينه، اللي هو اصلا اللي بيتكلم ده لو لعب الكوره دي هيجي له ماس على طول في العضله الضم. اتفرج على النور. بص اتفرج، طويل وقصير وفي النص وكله. في لاعبين برضه مع نوير اهو. مم. نفس الكوره في النص، ما فيش بيستلم. بص اللعب ليبرو بيلعب ليبرو وثابته كمان. الكوره دي كانت هتيجي جول، كانت انفراد لوريسيه. اتفرج يا عم، بقول لك المره الوحيده. مم. تاني بس اتفرج تاني. الكوره دي ضايقه، جت صحيحه برضه، اللي بعدها غلط فيها بقى، اللي بعد دي غلط فيها. مم. ايه تاني؟ في الاخر يا باشا، سواء كنت محلل عالمي فاهم في الكوره مش فاهم، المهم انك تستمتع. سيبك من المحللين والتحليل والكلام ده، عيش اللحظه. مش لازم تبقى فاهم يعني الكوره دي اتلعبت ليه ما اتلعبتش ليه. انت بس محتاج كوبايه شاي حلوه كده على كوبايه نسكافيه واعصاب هاديه، اتفرج على الماتش واستمتع. الله الوكيل اللي ما هيشترك في قناتي على اليوتيوب الكورة مع الحمصاني لا أفجر الكوكب.